ايه هو الخضر العاطفي او الانفصال العاطفي؟ اهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة مع بعض. انا شيرين غنيم. النهاردة ان شاء الله هتكلم معاكم عن مشكلة نفسية ممكن تكون عندنا، وهي الخضر العاطفي او البرود. بيقولوا عليه البرود في المشاعر. ومن اهم اعراض الخضر العاطفي او الانفصال العاطفي هو عدم القدرة على البكاء. اللي عنده خضر عاطفي ما بيبقاش عارف يعيط ولا يضحك ولا عارف يعبر عن مشاعره، ولا هو اصلا فاهم مشاعره. اللي عنده خضر عاطفي كمان ممكن يتعامل بقسوة شديدة مع الناس، ممكن يكون ده عن طريق سلوك عدواني بالضرب مثلا او بالالفاظ الوحشة او ايذاء الناس عامة باي طريقة بدون الشعور باي نوع من انواع الندم او تأنيب الضمير. طب ايه اللي ممكن يخلي حد يوصل للمرحلة دي، ان هو يبقى معندوش مشاعر بالطريقة دي؟ تعالوا نعرف اهم واقوى الاسباب اللي ممكن تخلينا نوصل للمرحلة دي من فقدان الشغف او فقدان المشاعر. طبعا في اسباب كتير، بس اول سبب وهو اهم سبب بالنسبة لي وهو صدمات الطفولة. بصوا، يعني ايه صدمات الطفولة؟ صدمات الطفولة بنسمع عنها كتير قوي، بس احنا مش عارفين هي ايه بالظبط. هي مش عبارة عن موقف حصل او صدمة حصلت، لا. صدمات الطفولة عامة هي سوء معاملة الطفل، وابرز نوع من انواع سوء المعاملة للطفل هو التنمر عليه وهو صغير. التنمر طبعا من اهم الحاجات اللي ممكن تعمل صدمة كبيرة في الطفولة. غير التنمر ممكن يكون سوء المعاملة من الاهل، مثلا زي مثلا التعذيب، الإهانة، التعامل مع الطفل عامة بقسوة شديدة، أو في أبهات وأمهات بيعاملوا أطفالهم بطريقة الإهمال. يعني الأب والأم مش بيدوا أي تعاطف مع الطفل لما بيكون مثلا في وقت هو محتاج يعبر فيه عن مشاعره أو يعبر فيه عن نفسه. الأب والأم ما بيسمعوش الطفل ده وما بيهتموش بيه، وبيحسسوه ان هو مهمل او مهمش، او وجوده او مشاعره في الحياة ملهاش لازمة. وده طبعا تاني اصعب حاجة ممكن تحصل للطفل. طب ازاي صدمات الطفولة ممكن تأثر علينا واحنا كبار، او تفضل سايبة اثرها فينا لحد ما نكبر؟ السبب ان واحنا صغيرين لما كنا بنتعرض لعنف كنا بنعمل حاجة اسمها تخدير المشاعر، وده باننا بنوقف مشاعرنا او بنكتمها او بنكبتها جوانا، وده كله عشان نهرب من الواقع ونهرب من الألم. ومع الوقت بتكون دي حاجة تلقائية احنا بنعملها زي عادة كده، ان احنا لما بنتحط تحت اي ضغط او نمر باي صدمة مثلا بنستخدم الاسلوب ده تلقائيا، ان احنا نخدر مشاعرنا او ما نعبرش عنها او نكبتها. وده اول واهم سبب من اسباب الخدر العاطفي اللي بيحصل لناس كتير. تاني سبب عندنا، وهو برضو من اهم واقوى الاسباب اللي بتخلينا عندنا خدر عاطفي او انفصال عاطفي، هو الادمان على الكحول او المخدرات. المواد المخدرة بتأثر بشكل سلبي جدا جدا على الجهاز العصبي، وبتدمر الخلايا العصبية اللي موجودة في الدماغ. والمواد المخدرة دي بتخلي الانسان ينفصل عن الحياة وعن الناس وعن كل حاجة، وده اللي بيخليه دايما عايش في حالة من الخدر العاطفي وبرود في المشاعر وصعوبة في التعبير عن الآلام أو الجروح اللي احنا بنراكمها جوانا. وللأسف الناس اللي بيتعاطوا أي نوع من أنواع المخدرات بيكونوا زي ما بيقولوا بيهربوا من الواقع، والهروب من الواقع ده طبعا أول طريق لكبت المشاعر وعدم التعبير عنها بالطريقة الصح. في طبعا حاجات تانية كتير بتخلي الإنسان يوصل للمرحلة دي من البرود العاطفي أو البرود في المشاعر، ومن أهم الأسباب دي الاكتئاب. الاكتئاب من أهم الحاجات اللي ممكن توصل الإنسان لأن هو يكون عنده خدر عاطفي لو استمر لوقت كبير. كمان الأدوية المضادة للاكتئاب والمهدئات من أكتر الحاجات اللي بتخلينا عندنا خدر عاطفي، لأن هي ببساطة بتقلل من قدرة الشخص على الشعور بالعواطف الطبيعية. طب أنا كده عرفت إيه هو الخدر العاطفي وإيه أسبابه. طب أنا عايزة أعرف، لو أنا بتعامل مع حد عنده خدر عاطفي أتعامل معاه إزاي، أو إيه الطريقة الصح اللي أنا أتعامل معاه بيها؟ أول حاجة، الإنسان اللي بيبقى عنده خدر عاطفي
للأسف ما تستناش من الشخص ده ان هو يديك اي مشاعر انت محتاجها او يتعاطف معاك باي طريقة من الطرق، لان الشخص اللي عنده خضر عاطفي مش هيعرف يديك مشاعر ولا يتلقى منك مشاعر، ومشاعرك بالنسبة له مش هتبقى ليها اهمية. فما تحاولش تبذل مجهود كبير في ان انت تاخد المشاعر اللي انت عايزها من الشخص ده، لانه هيبقى صعب جدا. فمن الاخر يعني ما تستناش منه اي تعاطف. طيب اتعامل معاه ازاي؟ هو الاحسن ان انت ما تتعاملش معاه اصلا، لان ده هيأذيك جدا. فالاحسن ان انت تتجنب التعامل مع الشخص ده. طب لو حد قريب مني وانا مجبرة ان انا اتعامل معاه، وانا نفسي مثلا الشخص ده يبادلني نفس المشاعر، اكتر حاجة غلط ممكن تعملها ان انت تحاول تصلح الشخص ده او تحاول انت بنفسك تساعده. ليه؟ دي حاجة غلط. انا كده بعمل خير، انا كده حد كويس. لا، انت كده بتدمر نفسك، لان انت ما تعرفش حاجة عن الامراض النفسية، فبالتالي مش هتعرف تقدم له اللي هو محتاجه. انت مش هتعرف تساعده. لو عايز تساعده بجد خليه يروح لدكتور نفساني متخصص في الامراض النفسية، وهو ده الشخص الوحيد اللي هيعرف يساعده صح، لان هو فاهم اكتر مني ومنك بكتير. طب لو انت نفسك عندك خطر عاطفي تتعامل ازاي؟ طبعا اول حاجة اقولها لك ان انت لازم برضو تروح لدكتور متخصص. طب لو انا في فترة مثلا صعبة ومش هعرف اروح لحد دلوقتي، او مثلا مش معايا فلوس للدكاترة النفسيين، في شوية حاجات ممكن تعملها على ما تروح للدكتور، لان انت في كل الاحوال لازم تروح لدكتور. في شوية حاجات ممكن تقلل عندنا الخطر العاطفي. اول حاجة الرياضة، لان هي بتحسن الجسم وبتخليه في حالة مزاجية كويسة، لان هي بتفرز هرمونات السعادة في الجسم. تاني حاجة ممكن تطلب المساعدة من حد يكون قريب منك او حد انت بتثق فيه. اهم حاجة يكون الشخص ده انت بتثق فيه قوي عشان تعرف تحكيله. لما تبتدي تحكي مشاكلك او الحاجات اللي سابت فيك اثر سلبي او اثر مش حلو جواك، او الجروح اللي انت ما حكيتهاش لحد قبل كده، لو حكيتها لحد كتير ده هيخفف من عليك طبعا، وهيشجعك كمان اكتر ان انت تبتدي تعبر عن مشاعرك اللي انت على طول بتحاول تخبيها. ده مش معناه خالص ان انت ضعيف، ودي حاجة ما بتدلش على الضعف، بل بالعكس هو جزء طبيعي جدا من الحياة البشرية. فما تيأسش وخليك متفائل، وان شاء الله كل حاجة هتبقى كويسة، كل حاجة هتبقى احسن. بس انت لازم تتصرف كويس وتعامل نفسك بطريقة كويسة، وما تبقاش صعب قوي مع نفسك او شديد مع نفسك. حاول كمان ما تلومش نفسك كتير او تعاقب نفسك او تحسس دايما نفسك ان انت جيلتي او مذنب. تعامل مع نفسك بحنية بلطف، عبر عن مشاعرك اكتر. وبكده نكون وصلنا لاخر حلقتنا النهاردة. كان معاكم شيرين غنيم من قناة مع بعض. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم واستفدتوا منها. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب وتقول لنا طبعا رأيك في الكومنتس، واهم حاجة ما تنسوش تعملوا لنا فولو على باقي الابليكيشنز، الفيسبوك والانستجرام والتيك توك. اشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية على خير. باي.